السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قناة يوميات من حبيبة أسوان بترحب بيك حبايب المشاهدين والمتابعين من جميع أنحاء العالم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى يومنا مع الدولاب. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الدولاب بقى فضيناه جنب ده، يعني عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر بقى نبقى نشتغل، عشان نشتغل فيه براحتنا. وانتوا عارفين طبعا الدولاب واقع وكده من بدري، وكل ما نتصل بالنجار يقول ايوه جاي ايوه جاي كل يوم، ما احنا قاعدين على كده. جيت النهارده بقى قررت انا وابني، قلت له بص تعالى احنا هنعمل ايه؟ هنعمل لوحدينا الدولاب، ونعمل نجيب اللهم صل على سيدنا محمد، نجيب البتاع ده لوحدينا، نعمله لوحدينا يعني. جبنا مسامير وجبنا الفك بقى واشتغلت. انا ماسكه الضلفه ومحمد بيشتغل الحمد لله. انا كنت بفضي الدولاب، بلم الشنط والحاجات بتاعت البنات. دي بنت اختي كانت قاعدة عندي، كانت بنت خالتي يعني، كانت شغالة هنا، كانت قاعدة عندي بقالها فترة، فدي الحاجة بتاعتها فبنلمها عشان خاطر ايه؟ الحاجة علشان في الدولاب، عشان نصلح الدولاب وكده، ونفضل الرف. يعني انا بفضل الدولاب كله دلوقتي احنا عشان خاطر نظبط الظرف دي، عشان طبعا احنا مش زي النجار مثلا، النجار هيعمله لنا وهو كده، لكن احنا كنا ايه؟ ننضف الاول، يعني الاول هنشيل الحاجة الاول نفضيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مبارك فيه. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم يا رب ببركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، سبحان الله والله أكبر والحمد لله، الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مبارك فيه. الله لا إله إلا أنت ربي سبحانك إني كنت من الظالمين. بس بقى كل حاجة طبعا هنفضي كل حاجة عشان خاطر الواحد، علشان احنا هنقعد طبعا هنقعد نلف فيه بقى. هتشوفوا دلوقتي احنا مش طبعا، بس الحمد لله في الاخر عملناه الحمد لله. احنا اي نعم مش ضالعين فيه، بس في الاخر عملناه يعني الحمد لله ولله الحمد. سبحان الله ولا اله الا الله والحمد لله والله اكبر. يا جماعة يعني الواحد لما يعمل الحاجة الواحدة في البيت برضه بقالها حاجة تاني، طعم تاني زي ما بيقول. عملناها والحمد لله ولله الحمد. الله أكبر. بسم الله ما شاء الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يسترنا يا رب العالمين ويستركم بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا يكرمكم يا رب العالمين ويكرمنا ويجعل لنا يا رب في كل خطوة سلامة يا رب العالمين، آمين يا رب العالمين. معلش النهارده صوص طبعا تعبان شوية من المشوار أصلا، لأن امبارح رحت لعند أم إسلام، والحمد لله رب العالمين لقيناها يعني كويسة برضو الحمد لله. ربنا يصبرها يا رب العالمين ويرحم الإسلام يا رب العالمين رحمة واسعة. الحمد لله يعني الحمد لله رب العالمين. ربنا يسترها معاها يا رب العالمين ومعانا، ربنا ما يجيب حاجة وحشة لحد يا رب أبدا، آمين يا رب العالمين، آمين يا رب. ربنا يكرمنا يا رب جميعا ويجعل لنا يا رب في كل حال وسلامة، وربنا يصبر يا رب العالمين. ربنا يرحمه ويرحم جوزه ويرحم كل ميت يا رب العالمين، اللهم امين. شايفين اهو كله هفضي كله طبعا الحمد لله. اهو فضيناه خلاص الدولاب. ادينا بقى محمد اهو جا عشان خاطر يعمل المسامير. طبعا جبنا المسامير
بدل ما نجيبها مقاسها كويس صغير، يعني ايه، مسامير طلعت طويلة. تاني يوم ما شاء الله يعني اللهم صل على النبي، نركبه من هنا يوقع من هنا. الحمد لله في الآخر، بس ايه في الآخر بقى عملناه يعني، في الآخر عملناه الحمد لله. ربنا يسترها معانا ومعاكم يا رب العالمين. فهو الولاد صغير، الصغيرين يعني، بس ايه بس في الآخر عملناه. هو هنا لسه بنقيس الضلفة. ونمسكها توقع، طلعها فوق تنزل منينا، وفي الآخر ظبطناها الحمد لله رب العالمين. عقبال بقى الدولاب الكبير إن شاء الله بإذن الله برضه ناويين عليه. قلت له احنا بص بقى، قلت له احنا هنعمل ده الأول وهنشوف لو طلع كويس وظبطناه واخد يعني وخد له كام يوم ما وقعتش الضلفة، يبقى هنعمل الكبير هنعمل الكبير احنا برضه ان شاء الله يعني يا رب العالمين. ربنا يكرمه يا رب العالمين، ربنا يكرمهم يا رب العالمين ولادي يا رب، وينجحهم يا رب العالمين في حياتهم العلمية والعملية يا رب العالمين. امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب، اللهم امين. ربنا ينجحهم يا رب العالمين هم واللي زيهم يا رب، ويبارك فيهم ويطلعوا بارين يا رب العالمين ان شاء الله باذن الله. الله يكتر خيرهم، دول صغيرين خالص لما ابوهم سابهم يعني الله يرحمه. واحنا قد ما نقدر يعني بنوفر ونعمل مع نفسينا، ومع محدش يعني ما نتصل يعني ومحدش يجي يكون فاضي، بنعمل مع نفسينا. ربنا يسهل لنا يا رب العالمين. لو معانا احنا دلوقتي ما شاء الله يعني الامكانيات مرتاحة، كان مثلا ده مثلا اتبرعنا بيه وجبنا جديد، لكن الحمد لله رب العالمين. اللهم يرزقنا يا رب العالمين، يعني ربنا يرزقنا جميعا من حيث لا نحتسب. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. ربنا يكرمني وسدد ما عليا. اهم حاجة عندي انا سداد الدين بتاع البيت اللي عندي، بيتي. لو انا سددت الدين اللي على البيت انا هبقى مرتاحة جدا. هو ده الحاجة الوحيدة اللي هي يعني تعبانة نفسيا، وربنا يسترها ان شاء الله بإذن الله. والاقي يعني ربنا يكرمكم يعني يا رب كده حد نتبرع لينا نبلغ ان شاء الله عشان ندفع البيت ده، موضوع البيت يعني هي اصلا فلوس على البيت. ربنا يكرمنا يا رب العالمين. هو ده هنا الرف ده ما فضيناهوش، قلت له خلاص انا مش هفضي تاني. عملنا الضلفة الاولانية وجينا في الضلفة دي محمد قال فضي يا ماما الدولاب، قلت له يا محمد لسه هنقعد انا افضي ولسه هدخل في الضلفة تاني، خلاص تعالى احنا هنعمله على كده. قال لي ازاي يا ماما؟ قلت له ان شاء الله هنقدر نعملها زي ما هي. وفعلا قاعد يفك في المسامير ويفك ويعمل لحد ما الحمد لله قدرنا ظبطناه. بس كان يوم صراحة يعني احنا خدنا فيه يمكن داخل على قرب الساعة ان احنا نظبط في الضلفة، لكن لو نجار كان عمله من بدري، كان عمله في الثواني. حتى حمزة شارك معانا اهو، يعني محمد فك مفصلة وحمزة فك مفصلة تانية، والحمد لله ولله الحمد. وجات حبيبة بعد كده بترص في الدولاب. الحمد لله رب العالمين، ربنا يكرمهم يا رب العالمين ويسترها معانا ومعاكم يا رب ويطلعهم يا رب يا رب. اللهم اجعل ولادنا بارين بينا يا رب العالمين. اهو حموزة اهو بفك المفصلة التانية برضو بيجرطها بقى عشان ايه، عشان خلاص يعني بنركب المفصلات الأول وبعد كده عشان نركب الضعف التاني. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا يا رب العالمين ويكرمكم ويسهل لنا أمورنا يا رب العالمين وأموركم، بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين، اللهم آمين. ربنا يجعلنا من عبادك الصالحين عبادك الصالحين الطاهرين يا رب العالمين. ربنا يا رب العالمين يجمعنا جميعا يا رب في جنة الذاكرين الحامدين الشاكرين لله سبحانه وتعالى. اللهم لك الحمد والشكر يا رب العالمين على كل اللي انت قسمه لنا. اللهم اجعلنا راضين بما قسمه الله لنا. ربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين الكرم الواسع. انا بقى ركبناه خلاص كده يعني عملناه
أنا ماسكة الضلفة طبعا عشان ايه بركب فيها المفصل يا محمد. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين، ويسترنا يا رب، ويستركم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. احنا قعدنا فيه ليه بقى؟ عشان احنا اصلا مش تجار، كل واحد ليه سنة. بيقول لك ود العيش لخبازه حتى لو اكل نص. ود العيش لخبازه حتى لو اكل نص. ليه بقى؟ عشان طبعا هو ليه خبرة، ولما الواحد لكل خبرة في حاجة بتخلص في ثواني. انما الواحد لما يكون مش عارف حاجة ويعني وحاجته يعني بيشتغل على كده، طبعا اكيد يعني بيطول وبياخد فترة. بس برضه نرجع ونقول الحمد لله ولله الحمد ان ربنا كرمنا وعملنا. دي هي اهم حاجة. هذه حبيبة هنا جت بقى اهي، ورصت الحاجة، رصت الهدوم طبعا، هي اللي رصت الحاجة. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمها يا رب العالمين ويسعدها ويبارك لي فيها يا رب العالمين. هي كلها قطعية واحدة. الحمد لله، الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا جميعا يا رب العالمين ويسترها معانا ومعاكم يا رب، بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يبعد عنهم الشر يا رب العالمين ويبارك لي فيهم. بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل يقول ما شاء الله ويقول ربنا يبارك. ربنا يكرمكم يا رب العالمين، يسعدكم، يطعمكم يا رب العالمين من طعام الجنة ويطعمنا احنا. وربنا يبارك لي في أولادي يا رب العالمين ويديهم الصحة يا رب ويطلعوا بارين إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله ولله الحمد. ربنا يكرمنا ويكرمكم يا رب العالمين، بركة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهاردة كان يومنا مع الدولاب. كل سنة وانتم طيبين. ربنا يكرمنا وكل يوم جديد مع أم حبيب.